نتحدث عن الهجوم الآن ضد الكرد في سوريا في شمال شرق سوريا وهذه التطورات للأحداث. كيف يمكن فهم هذا السياق من محاولات القفز على أي فرصة للحوار واستخدام لغة السلاح أو فرض وقائع جديدة بالنسبة لسوريا؟ مساء الخير لك وللمشاهدين الأفاضل في هذه الساعات المتأخرة من الليل، هذه الساعات المؤلمة التي يخوض فيها أبطال الكرد وبطلات الكرد حرب مقاومة حقيقية ضد تنظيم داعش الإرهابي الذي جدد نفسه في نظام الجولاني. تنظيم داعش وتنظيم القاعدة وجماعة الأخوان المسلمين وفلول البعث هي النواة الصلبة لهذا النظام الإرهابي الذي أجرم وأرهب بحق الأخوان السوريين من الدروز إلى العلويين وصولا إلى الكرد. هذه حرب إبادة بالوكالة، القرار قرار أنقرة والأداة التنفيذية لهذه الحرب القذرة هو نظام الجولاني. لكن ينبغي علينا أن لا نغفل خذلان وخيانة الولايات المتحدة الأمريكية أيضا جزء آخر ينبغي التركيز عليه هو خيانة المكون العربي أو جزء كبير من المكون العربي الذي كان يشكل أكثر من 50% من قسد. وفي تقديري أن هذه الأحداث أكدت أن الكرد السوريين، واسمح لي بهذه الصراحة، يعني الكرد السوريين بين فشلين: فشل نظام الحالي، نظام الجولاني أو نظام طالبان سوريستان هكذا أسميها، وفشل المشروع الأجلاني الذي كان يتحكم بقسد ويستبد بقسد حتى يعني أفسح المجال لهذا الانهيار. يعني أنا أسميه انهيارا، وأنا سميت يعني التراجع العسكري الكردي إلى الخطوط الحالية، سميت حول الهجوم الآن ضد الكرد في سوريا في شمال شرق سوريا وهذه التطورات نتحدث عن الهجوم الآن ضد الكرد في سوريا في شمال شرق سوريا وهذه التطورات للأحداث. كيف يمكن فهم هذا السياق من محاولات القفز على أي فرصة للحوار واستخدام لغة السلاح أو فرض وقائع جديدة بالنسبة لسوريا؟ مساء الخير لك وللمشاهدين الأفاضل في هذه الساعات المتأخرة من الليل، هذه الساعات المؤلمة التي يخوض فيها أبطال الكرد وبطلات الكرد حرب مقاومة حقيقية ضد تنظيم داعش الإرهابي الذي جدد نفسه في نظام الجولاني. تنظيم داعش وتنظيم القاعدة وجماعة الأخوان المسلمين وفلول البعث هي النواة الصلبة لهذا النظام الإرهابي الذي أجرم وأرهب بحق الأخوان السوريين من الدروز إلى العلويين وصولا إلى الكرد. هذه حرب إبادة بالوكالة، القرار قرار أنقرة والأداة التنفيذية لهذه الحرب القذرة هو نظام الجولاني. لكن ينبغي علينا أن لا نغفل خذلان وخيانة الولايات المتحدة الأمريكية أيضا جزء آخر ينبغي التركيز عليه هو خيانة المكون العربي أو جزء كبير من المكون العربي الذي كان يشكل أكثر من 50% من قسد. وفي تقديري أن هذه الأحداث أكدت أن الكرد السوريين، واسمح لي بهذه الصراحة، يعني الكرد السوريين بين فشلين: فشل نظام الحالي، نظام الجولاني أو نظام
طالبان سوريستان هكذا أسميها، وفشل المشروع الأجلاني الذي كان يتحكم بقسد ويستبد بقسد حتى يعني أفسح المجال لهذا الانهيار. يعني أنا أسميه انهيارا، وأنا سميت يعني التراجع العسكري الكردي إلى الخطوط الحالية، سميت هذا الأمر بالهزيمة التي تزداد عن في قسوتها، الهزيمة التي مني بها الكرد عام نعم، 1975 وأنت عقب تتحدث عن هذا التوقيع على اتفاق التراجع سيد الجزائر. هوشنك، يعني الجيش السوري عندما يتحدث بأنه الهجوم والاستهداف هو لقوات سوريا الديمقراطية، وحتى اتهامها بوجود البي كي في داخل هذه القوات، من هذه البوابة يتم الهجوم الآن. هل بالفعل الهجوم هو على هذه القوات؟ هل الخلاف ما بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية، أم أنه الأمر أصبح أوسع وأكبر بفعل يعني تجاوز هذا الأمر بهجوم على قرى أو بلدات حتى ذات غالبية كردية؟ نعم، كلامك صحيح. الموضوع الأساس هو استهداف للكرد، استهداف لمكتسبات الكرد، استهداف لتضحيات ودور الكرد في محاربة تنظيم داعش الإرهابي. أنا معك 1000% في هذا الخصوص، لكن ينبغي أن لا نغفل تلك الحجة يعني التي اعترف بها مظلوم عبدين نفسه في تصريح لمركز الأزمات الدولية ومقره بروكسل في 2020. هذا التصريح ينص على وعود بجدولة خروج العناصر الأجنبية، والمقصود هنا حزب العمال الكردستاني. لكن للأسف الشديد يعني كان هنالك سعي أمريكي لتحييد قسد، وقيادات في حزب العمال الكردستاني صرحوا، هيلين أوميد وبسي غوزات، صرحوا للإعلام باللغة الكردية وباللغة التركية إن الولايات المتحدة الأمريكية حاولت تشكيل كيان يوازي إقليم كردستان العراق الفيدرالي، لكن الحزب حال دون ذلك. قالوا هذا الأمر بتفاخر وبوقاحة أيضا. يعني المهم ينبغي لقسد أن تراجع نفسها، هذا رأيي وقناعتي. نحن ننتقد قسد بحدة وبصراحة ونواجهها، لكن سنكون مع أبناء شعبنا كنخب ثقافية ضد الجولاني، ضد هذه الهجمة الغادرة الأمريكية الطالبانية الجولانية الداعشية المقيتة. مقصدي من هذا الكلام، وضيفك يسمعني والأخوة في قسد نعم، يسمعونني، وسأعطيه المجال تأخر للرد على كثيرا هذه النقطة. تأخر كثيرا إجراء مراجعات نقدية جدية حازمة ومنصفة ومتوازنة، بعيدة عن اللغة الروبوتية، بعيدة عن اللغة الخشبية، ترجح يعني الولاء لهذه الأرض وليس للجماعة الأيديولوجية العقائدية مع الأسف الشديد. لكن في هذه اللحظات الملتهبة والشديدة القسوة على أبناء شعبنا في روجافا، ينبغي لهذه المراجعات أن تتخطى هذه الحدود الأيديولوجية، ويفسح المجال لبيشمركة روج على دخول إلى العودة إلى وطنهم والدفاع عن أرضهم إلى جانب إخوتهم. كفانا يعني لغة خشبية، لغة أيديولوجية، لغة مقيتة. المشروع الأوجلاني فشل في تركيا ولن ينجح في روجافا، وفشل في روجافا. ينبغي أن نتبنى مشروعا وطنيا يراعي الحساسيات القومية الكردية والحساسيات السورية. إذا سقطت قامشلو سقطت سوريا، إذا سقطت قامشلو سيكون هنالك خطر عليكم أنتم في كردستان العراق. سيكون تنظيم داعش الإرهابي جيرانا لكم وربما يهددونكم أيضا. إذا انتصار الكرد في قامشلو وفي روجافا مكسب تاريخي واستراتيجي لكل الكرد. لتحقيق ذلك ينبغي عفوا يعني المشاعر ملتهبة، سامحني على هذا الكلام. يعني لتحقيق ذلك ينبغي بالفعل إجراء مراجعات نقدية جادة وجراحة عاجلة
وإعادة هيكلة هذه ما عادت اسمها قوات سوريا الديمقراطية، ينبغي تغيير اسمها نعم. قوات حماية كردستان روجافا.